السلام عليكم، مرحبا بكم مع عام جديد في وصفه جديده وفي اقتراح جديد على كيتشن فاتي. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طحال معمر شهي وتوجدوها لوليداتكم او للضيوف ديالكم او لا هكا حتى بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم ولا الانيميا. كله بروتينات كيطلع المخزون ديال الحديد. كل مره كنبغي نشاركو معكم، ما كتحليش الفرصه. هاد المره ان شاء الله غادي نشاركو معكم بادق التفاصيل الطريقه باش غادي نعمرو، وحتى الطريقه ديال الطهي ديالو اللي جد مهمه. بسم الله والصلاه على النبي. نبداو. خديت هنايا واحد المقيله درت فيها واحد الكميه من زيت الزيتون. غادي نضيف ليها واحد 2 الحبات ديال البصله اللي كبارين، لان كيف كتعرفوا ما شاء الله الطحان ديال البكري كيكون كبير وكيبقى واحد الحشوه كثيره. ضفت نص معلقه ديال الابزار مع واحد نص معلقه ديال الملحه. كنشحرهم على عافيه تكون عاليه باش داك البصيله ما كتطلقش معايا الماء حتى كتشحر ويولي اللون ديالها بني فقط. وتقلى غادي نزولها. المكونات عندي هنايا، عندي كيلو ديال الكفته ديال الدجاج، وعندي كيلو ديال الكفته ديال البقري. انا بالنسبه لي الكفته ديال البقري طحناها بلا شحمه وفي نفس الوقت بلا بصله. كيلو ديال الكبده سواء عندكم البقري اولا الغنمي اولا استعملوا حتى ديال الدجاج راه صالحه. واحد القبيطه ديال المعدنوس، تقريبا واحد نص زلافه اللي عندي مقرضه، وهذه البصيله اللي انا شحرت معكم حتى كتوقف مزيان وما يبقاش فيها الماء. كناخذ هنايا بانيو او زلافه اللي تكون كبيره اللي غادي نخدم فيها. كنوضع فيها داك الكفته ديال البقري، خصوصا اننا طاحينها بلا بلا بصله. كنضيف لها البصله هي الاولى وكندخلها فيها مزيان، عاد غادي نضيف باقي المكونات. بالنسبه للسيدات او الوليدات اللي كيكون عندهم الانيميا اللي هو فقر الدم، صدقوني الطيحان مهم لهم بزاف، لان خصوصا هو الكبده. يعني حتى ملي كنبغيو ناخذوا هكا كنظام غذائي مع ادويه، ضروري كينصحونا بهذا النوع من الاكلات، سواء الطحال سواء الكبده، لان البروتينات هما اللي كيطلعوا المخزون ديال الحديد بطبيعه الحال، مع اضافه ديال الورقيات بحال هكا شي حاجه اللي كتكون خاصه بحال الشمندر اللي هو البرباء او لا. يعني ولكن اللي كيطلع المخزون الحديد كتر هو هذا الطحال المعمر، وهو ما شاء الله راه شهيوه كيعشقها الكبير والصغير. ضفت داك الكيلو ديال الكفته ديال الدجاج، كنخلطهم مع بعضياتهم كيف كتشوفوا. حاولوا تخدموهم مزيان لان الكبده غادي نخليوها هي اخر حاجه. كيف كتعرفوا الكبده هي كتكون حساسه وما كتبغيش كثرت تخلاط والعليك. كنضيف داك الكميه ديال المعدنوس، هنا يمكن لكم تضيفوا حتى اكثر. الفرق اللي كاين اننا ملي كنخدموا على يدينا في الدار كيكون كله بروتينات يعني حيوانيه. اما الا خديتوه اللي كيكون جاهز في الزنقه راه كيكون ماشي بحال هكا. كيكون اغلبيته يعني فيه الروز، دايرين فيه البيض بزاف مخلط، يعني ما كيكونش شي حاجه اللي هي تعتمدوا عليها. كنضيف هنا نص معلقه من الملحه، نص معلقه من الابزار، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من القزبور اليابس، وغادي نضيف واحد المعلقه ونص حتى 2 معالق ديال التحميره. هادو هما التوابل اللي انا كنضيف. وكنضيف واحد القليل، واحد تقريبا واحد ربع معلقه او حتى نص معلقه ديال الثوم بودره. بالنسبه للثوم بودره اللي ما كانش عندكم متوفر، هذه الشونيه عندي حتى ضفت منها واحد 4 معالق كبيره. وكنضيف الحار بطبيعه الحال راه كيبقى اختياري، سواء السودانيه او الهريسه. بالنسبه للثومه اللي ما عندهمش ثوم بودره، يمكن لهم يعوضوه بواحد ضريسه ديال الثومه، تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الضريسات ديال الثوم، كيحكوهم مع داك البصله ملي يكونوا كيشحروها في الاول باش يعني ما كيبقاش داك الجهد ديالها وما كتجيش باينه. كنخلط المكونات مع بعضياتهم كيف كتشوفوا، راه الطريقه سهله. وكنضيف داك الكبده في الاخير. غادي نخلطهم والحشوه هنا راها كتكون عندي جاهزه. كيف كتعرفوا الطحال ديال البقري راه كيكون ما شاء الله كبير وكيكون شباعي. انا بالنسبه لهذا القياس اللي غادي نخدم معكم راه مازال ما شاء الله كان يدخل حتى كيلو اخر من اللحوم. انا اكتفيت ب3 كيلو، يعني كيلو من الحاجه. بالنسبه للسيدات اللي بغاو يعمروا الطحال صغار يمكن لهم يديروا يعني يمشيو مع نفس الطريقه، غيديروا كميات بسيطه. كناخذ واحد الحفينه ديال الزيتون الاخضر، ضفتها حتى هي حتى الاخير وكنخلطها. كيف كتعرفوا الزيتون الاخضر كيجي زوين هكا الشكل ديالو ملي كتقطعوه هكا من الوسط. بالنسبه للطحال، انا عندي هنا الطحال ديال البقري اللي الحجم ديالو متوسط. راه ما شاء الله كاين اللي كيكون الحجم ديالهم ضاعف على هذا لانه كيكون كبير.
كنعطيه للجزار اللي كيفتحوا ليا من الراس ديالو كيف كتشوفوا، لانه كيكون عندهم السكين ماضي وفي نفس الوقت كيكون يعني ديال الذبيحه داك الطوالين كيدخلوا حتى لداخل. ومن الاحسن السيدات الا شراو الطيحان ديال البقري وكانوا بغاو يحتفظوا به في المجمد حتى الوقت اللي يحتاجوه عاد يعمروه، يعطيوه للجزار يفتحوه عاد يديروه في المجمد، لانه ملي كيتجمد ويرجع يتطلق وتجيو تفتحوه بحال شي شويه ما كيساعدهمش. يعني هذه كان نصيحه بالنسبه للاخوات اللي بغاو هكا يديروه في المجمد واحد المده عاد يخدموا به. كنبدا ناخذ داك الحشوه، وكيشتو الحشوه حنا كنخدموا بها خضره باش هكا كيطيب كلشي دفعه واحده في الفران. كنبدا ندخلو بهذا الشكل هذا. ملي كندير واحد الكميه اللي كتكون كثيره كنبقى ندفع باليد ديالي. الطريقه البنات ساهله وعمليه، لان حنا الا فتحتوه في الدار بطبيعه الحال ما غاديش تعرفوا تفتحوه من الراس ديالو، غادي تفتحوه من الجلد ديالو، وهكا ما غاديش ياخذ واحد الكميه كبيره وفي نفس الوقت ما كيجيش الشكل ديالو زوين. هنا تقريبا ملي دخلت فيه واحد ربع ديال ديك الحشوه كنبدا ندفع باليد ديالي، وهانتوما تشوفوا الطريقه اللي كان يعني كتمشيو معاه بكل سهوله، بحال الا كتعمروا شي مزود هكا وكتبقاو تدخلوا فيه الحشوه باش توصلوا له داك الحشوه حتى للراس التحتاني. هانتوما كتشوفوا الطريقه. وفي كل مره كنعمر واحد الكميه كنمشي بنفس الطريقه كنبقى ندفع فيه هكا حتى كنوصلوا للتالي ونسالي الكميه كامله. انا ما شاء الله ملي عمرته راه كان مازال يزيد كيلو اخر ديال الحشوه، لانه هو كل ما عطيتوه الحشوه كل ما كيقول ارازيد. انا بالنسبه ليا هذا الطيحان عمرته بالصباح وما طيبته يعني حتى العشيه. هادي نوضعو من بعد ما هادي نساليه هادي نوضعو في الثلاجه وغادي نخليه. يمكن لكم كيف تعمروه كيف تدخلوا الفرن، يعني كيبقى لكم اختيار، اولا تعمروه بالليل، او الا كان عندكم ضياف وبغيتو تحطوه ليهم تعمروه مثلا بالليل وتخليوه بيت في الثلاجه حتى لغدا اللي عاد طيبوه. هو واخا يبقى يعني واحد الليله كل ما بقى راه مزيان. من بعد ما عمرته كامل بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا الفتحه هي هذه كنديروها من التحت، هذه نسدها بواحد العود ديال السنان وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلو الثلاجه. هادي نخليه لانني انا كان عندي الغرض به نطيبو بالعشيه، داكشي علاش عمرته بالصباح، يعني كتجهيز مسبق هكا باش كيبقى عندي جاهز باش ملي كندخلو الفرن من بعد غادي نرفقو بسلطات فقط وغادي يكون يعني هذا هو التقديم ديالو. هادي ندخلوه للثلاجه وفي العشيه ملي غادي نديرو يطيب غادي نشارك معكم الطريقه ديال الطهي ديالو. هنايا كنوريكم انا من هادي نبغي ندخلو الفران هنديرلو واحد الثقوب بالعود الشوا اولا يعني هكا عود ديال الخشب كنثقبو مزيان عاد كندخلو للفرن باش كيطلق داك الليدان ديالو. هنايا يعني في العشيه ملي دخلتو الفران ومدازت واحد 30 دقيقه كتشوفوا كيبقى يتنفس وكيطلق داك الليدان ديالو. من بعد منها كنزيد نثقبو مره اخرى وكان داك الليدان ديالو كل مره يعني كدوز واحد 5 دقائق كناخذ واحد المعلقه وكنبدا نرجع نصب عليه داك الليدان ديالو كنولي ندهنو به من الفوق وهو هكا كيطيب. بالنسبه للنار انا كنشعل ليه لتحت والفوق على نار اللي كتكون متوسطه. بالنسبه لتحت كتكون نار متوسطه. النار اللي كتكون من الفوق كنديرها مهيله وكنخليه يطيب. تقريبا كياخذ معايا ما بين 45 حتى 50 دقيقه، يقدر ياخذ معكم حتى لساعه الا كان كبير. وهنا كيكون عندنا جاهز يعني هذه هي الطريقه ديال الطهي ديالو. حتى بالنسبه يعني الصغارين راه كندير لهم نفس الطريقه ديال الطهي. بالنسبه لي انا هنا الطيحان راه مازال سخون، يلا خرجته من الفرن هذه يبان لكم وانا كنقطعوه راه مازال سخون بزاف. وهو ملي كيبرد يعني كيجي افضل في التقطيعه ديالو باش كيكون صامد. هذه نوريكم واحد الكميه اللي بقات لي يعني في الغدا لي الصباح بقات مقطعه. هذه نشارك معكم الشكل ديالها باش تشوفوها ملي كيبرد وكيصمت عاد كيبان الشكل ديالو. كتشوفوا ما شاء الله كيف كيجي كله عامر، كيجي لذيذ البنات، كيجي غزال وخطير. كنتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه. اللي ما توفر ليهاش هكا الطيحان الكبير يمكن لها تعمر الطيحان الصغار ديال الغنمي بنفس الطريقه، وطبيعه الحال دير كميه اللي هي قليله ديال الكفته مع ديال الكبده. انا من بعد ما خليته حتى دفا عاد قطعته يعني كله دوائر بهذا الشكل هذا. تكال ما شاء الله بقات فيه هذه الكميه هذه وليت صورتها معكم الصباح لان الليل كان التصوير ديالو شويه ناقص باش تشوفوا كيف كيجي الشكل ديالو كيكون صامت. يمكن حتى السيدات اللي بغاو يديروا هكا واحد كبير ويقطعوه قطع ويديروه في البلاستيك الغذائي ويحتفظوا به في علبه في المجمد كل مره يجبدوا واحد القطعه راه ممكن. ما شاء الله كيجي لذيذ كيجي خطير البنات. كنتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه هذه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نال الاستحسان ديالكم، ما تبخلوش عليا من تشجيعاتكم من ارائكم. شاركوا الوصفه مع العائله ومع الاصدقاء باش هكا يستافدوا من الوصفه. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات قادمه واقتراحات قادمه والى اللقاء.